الحارة دي وجدة نفسها ما كانت فيها حوائر، لا اليمن ولا الشام ولا المظلوم. هذا كلام أيام الدولة العثمانية. أنا عندي كتاب من التاريخ جايبها، تاريخ البلد هذه. فيما بعد هذه فتنة قامت من المدينة مع الأغوات. قاموا الفئتين الضاربوا عشان في واحد بينخرط للسلك العسكري من الأغوات دول. احتجوا الفئة الثانية، قالوا ما يصير، الأغا فين يشتغل؟ الأغا يشتغل في الحرم. قامت مضاربة هناك بعد أيام الدولة العثمانية. فيما بعد حضروا رجالات مكة ورجالات المدينة على أساس يصلحوا بين الفئتين، على أساس ثاني يوم يجوا يحضروا عند القاضي ويصلح بينهم. واحد من الحمية التركية وزع من الفئة إنهم لا، واحدة من الفئة لا يحضروا الصلح. بعدين القاضي أمر من وراء هذه الفتنة حيث ما تحصلوه اقطعوا راسه. طبعا انفلتت الجنود حقنا. القاضي داروا الين وصلوا جدة هنا. شوف الزقاق ده اللي هو قتل فيه الراجل بشقة بيت احمد ابو الحمايل في الطلعة هنا في الدخلة. لحقوا واحد يقولوا له عبد الكريم البرزنجي، ولحقوه هناك وضربوه طارت الراس. قالت مظلوم مظلوم مظلوم، ومن ذلك التاريخ سميت محلة المظلوم. فهمتني؟ فيما بعد في أوادم أباطرة هنا كانوا من المواليد، كيف بيحددوا الحارة؟ بس هنا قتل هنا بس زقاق، هذا ما تعد، لكن بيحددوا الحارة. صاروا يتلاقوا مع حقونا الشمال. هنا ما في قواس اسمه ما في شمال يقولوا وجنوب. حيث ما ينتصروا دول الأوادم كانت في حجار كبار شوي، لين عند بيت باديب، لين هذا احنا حضرناه وعرفنا الحجار دي. كمان الجنوب هناك ما كانوا يقولوا حارة اليمن، الجنوب جنوب جدة، الين انتصروا وتحددت الحارة. دحين احنا حدودنا الين برا الاسد ابويا، عند محل المقبرة حق الاسد، حدود المظلوم داخل هناك. بمكة ده كله لنا احنا. خلاص تحددت الحوائر بسبب هذه القضية. هنا حددوها خلاص، هنا حارة الشام وهناك حارة اليمن، والمظلوم في الوسط. هنا المظلوم في الوسط، لانه هنا الحاسة دي هي اللي حدثت الحوائر، ولا ما كان في حوائر في جدة والدولة العثمانية. بس هذه الحاسة جات ايش؟ حددت وعرفت في الشمال للشام والجنوب لليمن، وهنا في الوسط المظلوم هي الذي كتب ذلك. من ذلك التاريخ لما انقطعوا راس الرجال قالوا من ذلك التاريخ سميت محلة المظلوم. هذا هو الواقع حق الحارة. فيما بعد تلايمت الناس ودخلوا وكانت البيوت قليل في ذاك الوقت. الين عهد الملك عبد العزيز كان عليها صورة البلد، باب جديد، باب شريف، باب البنط، باب شريف هناك، باب مكة. أنا أشوف أنا عندي صورة حقت باب مكة التاريخية اللي معروفة، عندي الصورة حقتها في البيت. وبعدين دول أهل الرواس خارج البلد، أهل بني مالك خارج البلد. شوف هذه بني مالك ما كانوا فيها إلا أهلها، أهل الرواس بذاك الشيء ما في إلا أهلها، ما حد يقدر يجيب بعد المغرب، اللي يجي له هناك يضربوه. فرشوه إجابك أنت عندنا هنا النزلة بالمثل. من يوم ما يجي المغرب أهل النزلة يركبوا حميرهم ويتوكلوا على الله بالمثل. أهل الرويس يركبوا الحمير حقاتهم ويتوكلوا على الله. تنسك البيبان إلا في الصبح تنفك. هذا تاريخ البلد جدة. النزلة اليمانية، حارة نكت، وهذه حارة التكارن كانوا يقولوا نكت، بعدين سموها حارة برا. هذه الحارة حق التكارن. في حارة بيشة برا طريقة غوزين والتطالع، حارة بيشة يقولوا لها. السبيل ده كان هجبة، ما في إلا قهوتين، قهوة السيد وقهوة أبو هترل، ما كان فيها بيوت. فيما بعد الملك عبد العزيز اتبرع بها للفقراء والمساكين، صارت الناس تمسك الأراضي بلاش، لأنه الملك عبد العزيز إيش تبرع لهم بها السبيل هذا. إيه شوف لين دحين في بيوت بدون صكوك، لأنه وهبة دي من الملك عبد العزيز بس. وكانوا أهلها كلهم يعني ما تجاوزوا 10,000 نفر، حارة اليمن، حارة الشام، وبعدين كلهم أوادم معروفين. هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، هذا بيت فلان. العمدة لما نجي يعرف بيت الأوادم كلهم وأولادهم يعرفوه. دحين العمدة ما يعرف مين، ما يعرف أحد أبويا، بس جاي كذا بس طهمجة. العمدة أول يعرف أنت ولد فلان، أنت ولد فلان، أنت ولد فلان، يعرفك. المسحراتي كان عندنا في رمضان يسحر، دحين خلاص بطل المسحراتي وبطل، لأنه لو جاء المسحر ما يعرف مين في الحارة، ما يعرف أحد أبويا، ما يعرف أحد. لكن أول معروفين ده بيت فلان. هذا البيت تعرف محي الدين ناصر كان رئيس بلدية ذاك الوقت، والبلدية كانت في شارع قابل درجة خشب في ذاك الوقت. فيما بعد جاء البحيري، ما البحيري كلهم من رؤساء البلديات. كانت الناس كلها متعاونة ومتحابة مع بعض، يدوروا على بعض، الجار يدور على جاره. لكن دحين الجار ما هو داري عن جاره اللي جنبه، ما يدري عنه. الأخ اليوم ما يدور على أخوه إلا بالقوة. هذا حال إيه؟ أول كان الأخ متلاصق مع أخوه ما يسيبه، دحين أصبحت الحكاية كلها تفرقت، ولا عاد في ذاك الحنان والحب، ما عاد فيه. ولا أول جارتك
خذ يا واد الصحن، اطلع يا واد ستك فلانه ودي له كمان، هي لو ما عندها شيء تملي لك الصحن سكر عشان لا ترده فاضي. شفت الحب اللي هو كانوا فيه، ناس كانوا طيبين متحابين. لكن اليوم الدنيا من يوم ما توسعت الدنيا دي وهم دحين الوقت هذا اللي احنا توسعنا فيه يعني لائم للوضع اللي احنا فيه. ليش؟ عشان السيارات دي فين توقف؟ تجي هنا حتى الزقه زي دي توقف السيارة، ما في براح لها. احنا قبل ما نخرج كل يوم نتضارب مع الادم، يجي يوقفونا عند الباب حقنا لين زهقونا عمره، في الاخر خرجنا على بر. بعد 50 سنه شعب وندر الرحالي، والرحالي كان هجبه ما في احد. انا لي 21 سنه دحين في الرحالي، كل الناس اصبحت برا. عشان ايه؟ سبب السيارات، هنا يوقفوا سياراتهم غصبا عنهم هذا. وهذا شيء من الله، ترى هذا شيء من الله يا ابويا. وهذا الوقت هو ده وقت التلاؤم والتلاحم مع الناس اللي انفقد من دحين، لانه كانت الناس ليش اول كانوا على الحمير، كانت تحت البيوت. حوش البقر حقنا اللي حق شعيب وسط البيت، شوف عند المسجد الشافعي. اسال شوف هذا الرجال اللي يعرف الكلام، هذا اللي هم معاصر معانا. ايوه، لكن اليوم شوف دحين لو جبت طلي في الحوش راح يشتكوك البلديه، قالوا هذا خراب للبيئه. ما حد اتكلم ولا حد قال ليش كده تسووا. القشطه كانت قشطه، هي دي قشطه القوادي اللي بيسووها يخسع، والله ما هي قشطه. راح العلوم ابويا كله راح في حاله. ايوه، دولك اوادم يعني محترمين وعندهم الامانه والصدق، ما يحب يكذب ولا يدور ولا يلف ابدا. هذولاك اوادم صادقين، وربنا حبهم عشان لا يشوفوا ذا الشيء. ابانا واباكم واجدادنا واجدادكم ربنا حبهم من عنده واخذهم عشان لا يشوفوا بس ذا الشيء اللي شيء يطفش عمرهم بس. وهذه حقيقه الحوائر يا ابوي، هي دي اساسها. وكل الناس معروفه في البلد هنا، بيت فلان، بيت زعتان. شوف بيت محمد سلامه كان مرشد حق الباخر، اشترى معوضه حرقوه الصومال، شوف اصبح تراب فوق هنا جو في جو حلم انت عاملين مسرح الحين. هذا بيت محمد سلامه مرشد حق الباخر. ايوه، كان ابوه معاه كمان ام ابراهيم الله يرحمه ويغفر له. ذولاك رجال ابطال، ما يحب العروجه ولا يحب هذا الا يحب الصدق. وبعدين مع هذا مشاواد اشتغل معانا اديله عشان لا يحتاج احد. دحين ولد يقعد 30 سنه وما اشتغل، كيف؟ طيب هذا الولد ما يبغى له ويحبه ولا يبغى له، ولا يعني يقعد يسرسر ولا يستربت ولا ايش يسوي؟ لكن هو لا، ما فلح في المدرسه مشاواد يوديه للمعلم زي ده نجاره، يشتغل بنا نوار اللي ليس البيوت يبيض البيوت. هذا ما الابو ما يخلي الولد يقعد الا لازم يشتغل. وتعلموا صحيح هذا، لكن بعضهم شوفهم مسكين مرميين في البيوت، عالة على اهلهم في البيوت جالسين. خلينا ساكتين بس، ربك استرها يا ولدي. وهذا يعني الشيء اللي انا عاصرته. وكانت الامطار تيجي جده، لانه هذا برا السور كان كله خلا. شفت الكندره دي خلا خالي ما فيها الا اربع مربعات، مربعه الفته، مربعه الوسيه، هذا الوسيه عندنا في حاره الشام، مربعه السيد عبد الحميد عطيه، مربعه غنيم، مربعه ابو الجدايل. هم دول سكان الكندره، هم الاصليين، هم دول كلهم دخل على الكندره، كلهم دول انت شايفهم دخل على الكندره. هذا شيء معروف، وانا اقوله امام كل واحد فيك، لانه كانت الكندره دي مصيف لاهل جده. في الصيف يندروا هناك برا ويتبردوا ويسووا طرب وشيء ثاني يصير. صيف كانت الكندره دي مصيف. وكانت في جوزين طريق الكندره ما يعرفوها كلهم دول. لما تيجي طريق الكندره القديم في كانت جوزين، جوز من هنا وجوز من هنا زي الجبل، والناس تزين من جنبه كله بالحمير، ما في لا طياره ولا سياره، كله يركبوا حمارهم ويروحوا. هذا الواقع حق البلد. لكن دول كلهم والله ما يعرفوا ما ضحاها. إيه بس النزله ما كان الا في اهلها. دحين روح شوف النزله ايش فيها. بني مالك اللي كان اهلها وحوش، يمين بالله اهلها وحوش، يمين بالله. شوف دحين ايش فيها. ترى كوادم على كيف، لما تيجي دارهم يضيفوك ويخلوك من احسن ما يكون. بس اذا جاء في الليل غريب يا ويله، ان كان عنده لك صمخوا اخته كفوف وقالوا له الضرب اللي جت منه. الرواس شوف هذه ما يقدروا يضربوك، الكلاب حقتهم تقدر تضربك. شوف اول تمس انا كنت مع واحد من اهل الرواس قال لي والله يا محمد صادق، قلت له ابغى انا اعرف الرواس الصناديق وعشاش كلها. شوف اصبح الرواس كيف شيء ثاني، باريس الثاني اصبح الرواس. هذا يقول لك كيف كيلو 3 كانت؟ ما كان يا عمي، الصحيفه دي ما كانت فيه،
الصحيفه دي ما كانت فيه، كانت مصانع نوره، مصانع النور هذه اللي يسوى البيوت، هذه كلها صحيفه مين احنا نعرف الصحيفه ابوي، ما فيها بيوت، اللي بلا موقف بلا موقف بلا، احنا نعرف بعضنا ونعرف كل واحد فيهم ابوي. هذه الواسطه ما كانت واسطه، كانت اسمها حاره نكتو اول، حاره نكتو ايوه، فيما بعد سموها حاره برا، بعدين جات حريقتين فيها في ذاك الوقت حياه الملك عبد العزيز، شالت الحاره كلها لانه كله قش البيوت حقتهم، حرقت البيوت دي كلها مرتين، جات الحريقه في الحاره دي، وهذه حاره بيشه قديمه بس كلها ايوه من هنا وانت طالع على الجوزين على اليمين، شوف اصبح فيها عمران حاره بيشه. وجدة دي كانت تشرب من المطر يا عمي بالعربيات الكر ديك ام عجل كبير، يروحوا يملوا هناك، في واحد يوقف ايوه يملوها بكم بنص ريال، يملوا البرميل يجي يبيعوا هنا بريال ونص. البازان في العذروس صلى يعني، خلي لما جاء الملك عبد العزيز هو اللي سحب المويه دي من الوادي، سوى ديك البازانات كيلو 3. لا ما في مويه مالحه، صلى في مويه يقولوا لها الوزيريه، هذه جايبه عبد الله، صلي على النبي خليني اهرج انا، لا تكلمني ولا انا اعرف اديك هذا عبد الله السليمان دخلوا العين الوزيريه اسمها، جايبها من كيلو 10. ما في مويه في البلد هنا جده، ما فيها مويه، جايبها عبد الله السليمان. وبعدين مين اللي دخلها؟ اهل الحاره، صاروا يحفروا ويلعبوا مزمار اللي موصل المواصيل في البازان حقنا هنا، وبازان العذروس وبازان حق المعمار، كان هنا في بازان بالقرب، كانوا السقايه بالقربه وبالسق وبالزفه. ايوه ابويا. بعدين لما جاء الملك عبد دخل المويه دي من الوادي، جابها من وادي فاطمه جرها ودخلها البيوت، صارت كمان هنا كان بازان هنا في حاره الشام، في بازان دخل برضه عند القشله، وعندنا احنا هنا عند مدرسه الفلاح سووا بازان في ذاك الوقت. كل هذا سبب الملك عبد العزيز هو اللي دخلها. فيما بعد يعني انهد السور وصارت الحكايه توسعت، كل الناس جات المويه، لانه اول كان هنا جده ابويا ترى مويتها قليل. بعدين عندنا الكنداسه، لا تنسى في حاره الشام هناك عند شركه دوج. لا يا عمي لا بساوقه، هذا بيت نصيب اهلها من الناس العلماء يا ابويا، بيت نصيب هذا هم اللي استقبلوا الملك عبد العزيز. يا ابويا اسمعني، ناس كبار البلد من وجهاء البلد معروفين، الشيخ محمد حسين نصيب هي من الناس العلماء، هي لا تقول هم اول ما استقبلوا الملك الا في ذا البيت. اجل اداني المعلومه هذه غلط، انت جايب ابويا كثير، انت اقول لك انت غشوك، الصحيح هو هذا الصحيح. لا ولا لا اكثر، لا يكذبوا عليك، لا يكذبوا عليك دول. اول ما نزل مكة استقبلوه بيت نصيب وطلعوه الين فوق. فيما بعد كان يقولوا الشيخ علي العماري، قال له يا طويل العمر عندي قصر جديد لك. القصر ده اللي في العماريه، شوف دحين قدم محل الحراج القديم، ما في زي القصر في برندة كده، هذا كان جديد وحلو. شال الملك من هنا، من عند ايش؟ من عنده هم بيت نصيف وداه القصر. فيما بعد عصريه كده خرجوا فوق البرندة، والملك عبد العزيز قال له اتمنى يا شيخ هذه، قال له اتمنى شرقها وغربها وجنوبها، قالوا هي لك يا علي. وسميت من ذلك التاريخ العماريه باسم الرجال ده. ولو كانت يحملوا العربيات من البنط وقال عربيات الكر بالخيل والبغال ولا، ما كان في سيارات ولا في. وكانوا حمال الفرضه جنب العشماوي دول، جماعه اللي ابوهم الكلجه، هذول كلهم حمال في الفرضه، يقولوا حمال الفرضه، هم اللي يحملوا فوق العربيات ويسوق الحواش حقت التجار. لما تيجي المطر يغطوا البضاعه حقتهم في الترابيل في الحوش، كان في مقدم هنا في الحوش، لما يرسلك هذا بورقه عشان ترى افسحوا لفلان الفلاني، المقدم ياخذ هذا ويفسح لك البضاعه، قد اخذ الفلوس التاجر هنا. لا يغشوكم يا ابويا، هذول كلهم اللي بيرجوا كلها طقع بقع. طيب انا شفت واحده حرمه في التلفزيون ومعاها واحد جاي من جيزان، ايش يقول له؟ يقول له احنا دخلنا زقاق عصر ظلام وسموه محلة المظلوم. كيف يصير ده؟ زقاق ظلام، هذا كلام، هذا في التلفزيون دحين جابوه. حتى ولدي قال لي شوف يا ابوي، قلت يا شيخ يعطيك العافيه يا عم. الله يعافيك.